اهلا بحبايبي طلاب رابعه ابتدائي. النهارده هنحل مع بعض التقييم بتاع الاسبوع العاشر في المدرسه. يلا بينا. اول حاجه بيقول لي لاحظ الصور ثم حدد نوع التجويه اذا كانت ميكانيكيه ولا كيميائيه. طيب هي ايه التجويه دي؟ ممكن يا مس مارينا تفكرينا بيها بسرعه؟ ممكن، ده انا من عيني. اول حاجه التجويه دي كانت تكسير وتفتيت الصخور الى قطع اصغر منها، ان انا بيبقى عندي صخر كبير بيتكسر لقطع صغيره. طيب كان في منها نوعين، كانت تجويه ميكانيكيه وتجويه كيميائيه. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ الاتنين الصخور بتتكسر، الاتنين الصخور بتتفتت، الاتنين برضو الصخر الكبير بيتفتفت الى قطع اصغر، بس في فرق واحد بيميزهم، ان التجوية الميكانيكية دي تركيب الصخر نفسه مش بيتغير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا كان عندي حتة طوبة كبيرة اتكسرت، مسكت حتة الطوبة الصغيرة اللي اتكسرت منها لقيتها نفس لون الصخرة الكبيرة، نفس اللون، نفس الشقوق بتاعتها، نفس المسام، فحصت دي تحت الميكروسكوب ودي تحت الميكروسكوب هما الاتنين نفس التركيب، تركيبها الكيميائي ما اتغيرش، ما حصلهاش حاجه، هي بس اتكسرت. لكن الكيميائيه ما بنعرفهاش، لونها بيتغير، ممكن يبقى لونها احمر، ممكن تصدي، ده ممكن تتكون حاجات جديده كمان، ممكن الاحماض تاثر على المعادن بتاعت الصخور فتركيبها يتغير. يعني أنا لو مسكت الصخره الكبيره ومسكت الصخره الصغيره مش هعرفهم من بعض، او هعرف ان دي كانت دي، بس لا دي تركيب كيميائي ودي تركيب كيميائي تاني خالص، الاتنين مختلفين عن بعض. يبقى نعرف منين التجوية الميكانيكية من الكيميائية؟ ببساطة قبل ما نبص على الأسئلة، الميكانيكية غالبا بتبقى صخرة واتقسمت نصين، او حاجة وحاجة، او حصل نحت، يعني يجيب لك صخرة كبيرة بس في جزء منحوت منها. لكن الكيميائية اعرفها منين؟ اعرفها منين؟ صخرة لونها غريب، لونها احمر، هل في صخر لونه احمر؟ لا طبعا، غير لما يبقى مأثر عليه حاجة كيميائية، او في حاجات جديدة بتتكون بسبب التجوية الكيميائية، ألاقي حاجة متكون فيها حاجات جديدة، أو حاجة اسمها الأشنيات، دي كائنات حية بتفرز أحماض بتأثر على الصخور، فألاقي مثلا صخرة عليها شوية زرع، يبقى دي برضو تجوية كيميائية. ليه؟ عشان الأشنيات دي قدام هتأثر على الصخرة وهتغير لي تركيبها. طيب يلا نفتح مع بعض كتاب المدرسة. أول سؤال هنا جايب لي صخرة ومكسورة من النص أهي، الصخرة النص ده زي النص ده، هنا لونها زيتي وهنا لونها زيتي، ما حصلهاش حاجة، هي بس اتقسمت نصين، تبقى دي تجوية ايه؟ ميكانيكية، علشان تركيبها الكيميائي ما اتغيرش. طيب تاني حاجة جايب لي صخرة، هي كانت في الأصل كده صخرة شكلها عامل كده، بس هي اتنحتت من هنا بقت بالشكل ده، دي تجوية ايه؟ برضو ميكانيكية، علشان الصخور هنا زي الصخور هنا ما تأثرش عليها، هي بس اتنحتت. طيب دي الصخرة دي لونها أحمر، هو في صخرة لونها أحمر؟ لأ طبعا، غير لما يبقى أثر عليها حاجة خلتها باللون ده، يبقى دي تجوية إيه؟ كيميائية. هنا ده جايب لي برضو صخرة مقسومة نصين أهي، يبقى دي تجوية ميكانيكية. هنا جايب لي كهف اتكون جواه حاجات جديده. طيب الحاجات الجديده دي اتكونت بسبب ايه؟ بسبب تجويه كيميائيه. هقول لكم بسبب ايه؟ ان الميه اتفاعلت مع الاحماض الجيريه او الحجر الجيري، الميه اتفاعلت مع الحجر الجيري فكونت لي حاجات جديده. طالما في حاجه جديده اتكونت، حاجه غريبه اول مره اشوفها، تبقى دي تجويه ايه؟ برافو، كيميائيه. طيب دي صخره وعليها النباتات اللي قلت لكم اسمها الاشنيات، اللي قلت لكم عليها اللي بتفرز احماض. طب طالما انا قلت حمض، يبقى ايه اللي هيحصل؟ الصخره تركيبها يتغير ومش هعرفها بعد كده، تبقى تجويه كيميائيه. سهله ان شاء الله، تبقى سهله، قول سهله، شايفاك. طيب هنا تامل الصور ثم اكمل، مهم قوي ان احنا نقرا عنوان السؤال علشان بنعرف منه هو عايز ايه. ثم اكمل العبارات التالية لتوضيح خطوات عملية التجوية الميكانيكية. هنا عايز بنكمل الخطوات سوا. أول حاجة جايب لي صخر وبقى جواه ميه. طيب تتسلل المياه وتتجمع داخل نقط الصخور الدقيقة. الميه لما بتدخل جوه الصخر بتتجمع فين؟ في شكوك أو مسام الصخور، بتتجمع جواها داخل شكوك أو مسام. طيب تاني خطوة، تتجمد الميه.
عند انخفاض درجة الحرارة ثم تتمدد مما يسبب نقط شقوق الصخور. هقول لك حاجة، سيبنا من العلوم، يلا نحكي وندردش مع بعض. لما بنحط ازازة مية في الفريزر، لو احنا ما مليناهاش على الاخر، مش تاني يوم بنلاقيها كبرت، التلجة كبرت، بقت التلجة واصلة للاخر. علشان كده ماما بتقولك، ما انت لو سمعت الكلام كنت عرفت. ماما بتقولك ما تملاش الازازة على الاخر. ليه؟ عشان ممكن تقولك ممكن تنفجر. او مثلا ما نحطش ازاز اللي هو مصنوع من الزجاج مش البلاستيك في الفريزر. ليه؟ علشان ممكن تنفجر. ليه تنفجر او ليه الازازه تفرقع كده اهو؟ علشان الميه لما بتتحول من حاله سائله الى حاله صلبه وبتتجمد بتتمدد، بيحصل لها عمليه تمدد زي بتتفرد كده. فالميه لو احنا كنا مالينها مثلا، لو ازازه الميه كنا مالينها لحد هنا ميه سايله وحطيناها في الفريزر، تاني يوم هنلاقي التلجه واصله لي لهنا. بصوا حصل حصل تمدد في الحته دي ازاي؟ يبقى عمليه التجمد بينتج عنها ايه؟ تمدد، بتتفرد كده، تفرد نفسها. طيب لو انا في الصخر ده اتعمل لي شويه ميه والميه دي اتجمدت، طب ايه اللي هيحصل؟ هتتمدد. طب لما تتمدد هل الصخر هيفضل زي ما هو ولا هيبدا يتكسر؟ الشكوك بتاعته هتوسع. برافو. تتجمد المياه عند انخفاض درجة الحرارة ثم تتمدد مما يتسبب في نقط شقوق الصخور. اتساع، هتوسع، هتبدأ توسع. ينصهر التلج وتملأ المياه نقط التي تكونت. شقوق الصخور. تستمر دورة ايه وايه الى ان تنكسر الصخور. ايه اللي هيحصل؟ هيخلي الصخر يتكسر. شوية مية نزلوا، شوية مطرة مثلا، المية دي اتجمدت فبتبدأ توسع في الصخر. طيب بعدين بتبدأ تسيح تاني، بعدين تتجمد تاني. فالعمليتين دول هم استمرارهم هيخلي الصخر ده يتكسر بعد شوية. طيب مين شاطر يقول لي دي تجوية كيميائية ولا ميكانيكية؟ ها، انا قلت الصخر اتكسر، ما قلتلكش لونه اتغير، ما قلتلكش تركيبه اتغير، ما قلتلكش مش هنعرفه تاني. يبقى بنتكلم عن ايه؟ برافو، التجوية الميكانيكية. تستمر دورة الانصهار والتجمد، يسيح ويتجمد، يسيح ويتجمد، ما احنا ما وريناش حاجه. طيب قارن بين التجويه الميكانيكيه والكيميائيه من حيث السبب واثرها على الصخور. يعني بالبلدي كده قول لي السبب والنتيجه يا باشا. التجويه الميكانيكيه والتجويه الكيميائيه هما الاثنين ليهم اسباب مشتركه، مع ان دي فيها حاجه مختلفه ودي فيها حاجه مختلفه، بس هما بيتجمعوا في حاجات. هي اسبابهم رياح شديدة فتفتت الصخور مثلا، مية، المطرة بتمطر، درجة الحرارة قلنا هتأثر ان التلج، ان المية لا اما هتنصهر او هتتجمد، والامطار. يبقى الرياح، المياه، عوامل الطقس زي درجة الحرارة والامطار. اثرها على الصخور. التجويه الميكانيكيه بتعمل ايه والتجويه الكيميائيه بتعمل ايه؟ الميكانيكيه هتكسر وتفتفت الصخور، لكن مش هتعمل ايه في تركيبه الكيميائي؟ قول لي هيتغير ولا لا؟ ها، برافو، مش هيتغير. انا قلت تجويه ميكانيكيه، لكن الكيميائيه برضو هتكسر وتفتفت الصخور، بس هتاثر على تركيبه الكيميائي ولا لا؟ هتاثر. يبقى هنقول هنا تكسير او تفتيت الصخور ولكن لا تؤثر على تركيبه الكيميائي. هنا ايه؟ تكسير وتفتيت الصخور وتؤثر او وتغير تركيبه الكيميائي، مش هنعرفه بعد شوية. طيب يلا بينا على الأداء المنزلي اللي هو الواجب. تتجمد المياه عند انخفاض درجة الحرارة ثم تتمدد مما يتسبب في ايه؟ ان المية بتتجمد، ده قلنا هيعمل ايه في الصخر؟ برافو، هيوسع الشقوق شوية، اتساع شقوق او مسام الصخور. تستمر دورة ايه وايه الى ان تنكسر الصخور؟ دورة الانصهار والتجمد. قلت لك ما احنا ما ورناش حاجة، تسيح وتتجمد، تسيح وتتجمد.
الكائنات الحية من أسباب التجوية. الكائنات الحية اللي هي إيه؟ اللي هي الأشنيات اللي وريتك صورتها اللي بتبقى على الصخر. من أسباب التجوية الكيميائية. الصدى في الصخور يكون بسبب الصدى. مش هنعرف نرجع الصخر تاني او نرجع المسمار تاني بعد ما صد. هل هنعرف نرجعه تاني؟ انت تعرف؟ انا مش هعرف. مفيش حد بيعرف يرجع المسمار تاني بعد ما يصد. الصدى في الصخور يكون بسبب التجوية الكيميائية. نقط ونقط تتسببان في تكسير الصخور. يعني ايه اسباب التجوية؟ ايه عوامل التجوية؟ الرياح والمياه والمطرة ودرجة الحرارة. طيب اقرأ العبارات الآتية ثم صوب العبارات غير الصحيحة. يعني هنقرأ السؤال، لو العبارة صح هنعمل جنبيها صح، لو غلط هنصوبها ونعمل جنبيها التصويب. يوجد نوع واحد من التجوية. هل في نوع واحد من التجوية؟ ما كنا شرحنا الكلام ده كله يا جدع. هما نوعين، ايه وايه؟ تجوية ميكانيكية وتجوية كيميائية. يبقى نوعين. تتكون معظم الكهوف بسبب التجوية الكيميائية. صح. تستمر دورة الانصهار والتجمد إلى أن تنكسر الصخور. صح. يتفاعل الأكسجين مع الحديد المكون للصخور ويكون صدى أصفر اللون. الصدى بيبقى لونه أحمر. طيب تؤدي التجوية الكيميائية إلى تكسير الصخور وتحويلها إلى أجزاء صغيرة؟ لا، الكيميائية دي هتغير لي في التركيب بتاعها، لكن طالما قال لي تكسير الصخور وتحويلها إلى أجزاء صغيرة وسكت، يبقى هو بيتكلم عن التجوية الميكانيكية. يلا بينا على التقييم الأسبوعي. التجوية الكيميائية نقط من تركيب الصخور. يا ترى بتغير ولا مش بتغير؟ أزعل لو قلت غلط. التجوية الكيميائية بتعمل إيه؟ بتغير طبعا. تغير من تركيب الصخور. تفتيت اكتب ما تدل عليه العبارة الآتية: تفتيت الصخور إلى قطع صغيرة دون حدوث تغير في تركيبها الكيميائي. قال لي أهو ما حصلش تغيير في تركيبها الكيميائي، يبقى دي تجوية إيه؟ تجوية على طول ميكانيكية. علل. تظهر بعض الصخور باللون الأحمر. ليه بعض الصخور بيبقى لونها أحمر كده وغريب؟ أكيد الصخرة دي حصل لها تجوية كيميائية. طيب إيه اللي حصل في التجوية الكيميائية دي؟ الأكسجين اتفاعل مع معادن الحديد أو المعادن بتاعة الصخر دي فغيرت تركيبها. هنقول بسبب التجوية الكيميائية وتفاعل الأكسجين مع معادن الصخور أو مع معادن الصخر ده. ماذا يحدث عند سقوط الأمطار الحمضية على الصخور؟ إيه اللي يحصل لما الأمطار الحمضية دي تسقط على الصخر؟ هقولك حاجة أو هقولك حاجة برضو، انتوا الاتنين حبايبي محدش يزعل. الصخور الأمطار الحمضية اهو لخبطتيني خلاص. هقولك حاجة انت بس. الأمطار الحمضية دي شبه الخل، مادة حمضية. تخيل ان احنا كل يوم عندنا صخرة بنحط عليها مادة حمضية كأنها خل او كأنها مية نار، كأنها حاجة الحامضية بتاعتها عالية قوي. ايه اللي هيحصل؟ الصخرة دي هتتفتفت وهتتكسر وتركيبها الكيميائي برضو هيتغير. يبقى هنقول تكسير او تفتيت الصخور وتغير تركيبها الكيميائي. طيب ما أوجه الاختلاف بين التجوية الكيميائية والميكانيكية؟ هو اختلاف واحد مفيش غيره. التجوية الكيميائية بتغير تركيب الصخر، لكن الميكانيكية ما بتعملش حاجة، بتسيب الصخر زي ما هو تشكر. هنعرف الصخر بعد كده. التجوية الكيميائية تغير التركيب الكيميائي للصخور. أمال الميكانيكية مش بتعمل إيه؟ لا تغير التركيب الكيميائي للصخور.
طيب اكمل. التجوية الميكانيكية نقط من تركيب الصخور. التجوية الميكانيكية بتعمل ايه؟ بتغير ولا مش بتغير؟ لا تغير. اكتب ما تدل عليه العبارة الآتية. يعني اكتب المصطلح العلمي: تفتيت الصخور إلى قطع صغيرة مع حدوث تغير، حدث تغير في تركيبها الكيميائي واتكونت لي مواد جديدة. يبقى دي تجوية ايه؟ برافو، تجوية كيميائية. ايه الشرطة دي كلها؟ علل. يتسبب الأكسجين في حدوث التجوية الكيميائية. ليه الأكسجين بيعمل لي تجوية كيميائية؟ ببساطة، لو أنا عندي مسمار، جرب كده، هات مسمار مش عايزه وسيبه على السلم أو البلكونة، أو سيبه في حتة عامة فيها هواء، فيها أكسجين، اسبوعين 2 3 هتلاقي المسمار ده عمل طبقة من بره لونها احمر او بني محمر كده. ده اسمه ايه؟ اسمه الصدى. طيب ده حصل بسبب ايه؟ عشان الاكسجين يتفاعل مع الحديد ده فغير لي التركيب الكيميائي بتاعه. يبقى الاكسجين بيأثر، بيأثر علشان بيتفاعل مع الحديد او بيتفاعل مع معدن الصخر اللي بيبقى عليه، فبيعمل لي تجوية كيميائية. هنقول لانه يتفاعل مع معادن الصخور فيغير لونها. برضو الشرطة الكبيرة مصممة. فيغير لونها وتركيبها الكيميائي. طيب ماذا يحدث عند تسلل المياه وتجمعها داخل شقوق الصخور الدقيقة؟ ايه اللي هيحصل؟ عمالة اقول لك ما قريناش حاجة، تجمد وانصهار، تجمد وانصهار، لحد ما هيحصل ايه؟ الشقوق هتوسع والصخرة هتتكسر. يبقى اتساع مسام وشقوق الصخور. طيب الاختبار الثالث، اكمل. من العوامل التي تؤثر على الصخور ايه وايه؟ التجوية والتعرية. اكتب ما تدل عليه العبارة الآتية. يعني اكتب المصطلح العلمي: نوع من أنواع التجوية يحدث بسبب دورة الانصهار والتجمد للمياه داخل الصخور. إن بيبقى عندي صخر، المياه تفضل تتجمد وتنصهر، تتجمد وتنصهر، فالصخر يتكسر أو يتشق نصين. دي تجوية ميكانيكية. علشان إيه؟ علشان تركيب الصخر ما اتغيرش. علل. تسبب الأشنيات تجوية كيميائية. الأشنيات دي قلت لك بتفرز أحماض بتغير التركيب الكيميائي وبتخلي الصخر ده يتآكل بسرعة. هنقول لأنها تفرز أحماض تؤدي إلى تآكل وتفتيت الصخور، وطبعا وتغير طبيعتها أو تركيبها الكيميائي. طيب ماذا يحدث عند تفاعل الأكسجين مع الحديد الموجود في الصخور؟ لما الأكسجين يتفاعل مع الحديد، فاكر مثال المسمار اللي احنا هنخليه صدي من شوية؟ ايه اللي هيحصل؟ يتكون صدى الحديد. أو ممكن نقول تحدث تجوية كيميائية ويتغير التركيب الكيميائي للصخور. هما الاتنين واحد. اذكر فرق ويتغير التركيب الكيميائي عشان لو عايز تكتب الإجابة كاملة للصخور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دي تجوية كيميائية. اذكر فرق واحد بين التجوية الكيميائية والتجوية الميكانيكية. الفرق اللي احنا عمالين نقول عنه: الكيميائية بتعمل ايه؟ بتغير التركيب الكيميائي. الميكانيكية بتعمل ايه؟ مش بتغير التركيب الكيميائي. دي تغير التركيب الكيميائي للصخور، لكن دي لا تغير التركيب الكيميائي للصخور.
وبكده نبقى خلصنا مع بعض حل تقييم الاسبوع العاشر وفهمنا كل الاسئله. ومش بس كده، احنا كمان راجعنا يعني ايه تجويه وفهمنا الفرق ما بين التجويه الكيميائيه والتجويه الميكانيكيه. سمعها بقى في الكومنتات، هو فرق واحد مفيش غيره، التجويه الكيميائيه بتعمل ايه والميكانيكيه بتعمل ايه. قولي لو عندك اي سؤال او حاجه مش فاهمها اكتب لي في الكومنتات. باي باي.